تعالوا أعلمكم شو الحلبية بيفطروا صباحية يوم العيد. مامونية. طبعا بيفطروا شعيبيات ومامونية، بس أنا هي لحالها حلوة كيف مع شعيبيات، صحيح كيف تاكلون سوا ما علينا. المهم هي المكونات احتفظوا فيها. وهلأ رح نساوي القطر، سكر ومي وعود القرفة، وبس غلا رح طفي عليه. رح ضيف السميد الناعم مع السمنة وضل عم اللبن لحتى يعطوني هذا اللون الأشقر. الخطوة كتير بتاخد وقت بس كتير مهمة. وهلأ رح ضيف القطر فوق السميد، بس انتبهوا لأنه بيطرطش، فانتبهوا على هي الخطوة ما تحرقوا حالكم. رح اتركه لحتى يغلي شي 3 دقايق وطفي عليه، او حسب السماكة اللي انتو بتحبوها، بس انا بحبه مو جامد لانه بعد ما يبرد حيجمد اكتر، فانا بحبه شوي مرق. تمام. رح اسكبه بصحن التقديم، هذا القوام المطلوب. ورح رش عليه رشة قرفة. في عالم بتقدمه مع جبنة مشللة او قشطة، بس أنا رح أقدمه مع جبنة. فالجبنة المشللة كتير مهم إنه نحن نفرفدها كتير منيح بهي الطريقة، وننقعها بمي باردة حصرا. طبعا هذا البخار من المامونية جنبها ما دخلها، وبصفيها كتير منيح وبقدمها فوق المامونية بهي الطريقة. وهيك بيكون صار عندكم أطيب وأسرع وأضبط وصفة للمامونية، تحضروها على فطور العيد وتجربوها وتدعولي. وألف صحة وهنا.